السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله نلقاكم فيديو اليوم باحسن حال يا رب. اليوم جيتكم بوصفة الدبارة على طريقة سهلة. نوريكم كيفاش درت الحمص. رنخته ليلة كاملة وصفيته وغسلته، حطيته في كوكو، درت له قيس ما يتغطى ماء، شوية توابل، شوية حامض، شوية فلفل شايح، سكروا عليه ونخلوه على نار هادية يطيب حتى يطيب. نحو عليه، ناخذ كمية من الحمص نرحيها مع شوي ماء، يعني باه يخثر لنا الدبارة تاعنا. ونديرو شوية طماطم مرحية، نديرو لها شوية لي زيبيس كيما مولفة ديرية، يعني كيما توبلي المرقة تاعك. وندير لها شوية زيت ونخلوها تطيب، ونديرو شوية منقوع نقطعوه كما تعرفوا الدبارة تجي حارة. ونديروا لها تاني القارص، ونبدو في صحن نخدم الدبارة تاعنا. ناخذ الحمص اللي خليناه كيما راه، نحطوه في الصحن مع الماء تاعو اذا كان الماء شوي، يعني متزوديلهاش الماء ياسر ما متجيكش جارية. وديري لها الطماطم اللي طيبناها هذيك، صلصة الطماطم، وديري المنقوع تاعك، اذا ما عندكش ديري غير فلفل اخضر وعصرة قارص. والحمص اللي رحيناه، شوية كمون، الحمص يحب الكمون، ونديرو شوية زيت زيتونة، نخلطوا جميع المكونات. هي ما تجيش حمرا ياسر، لانه الحمص كي يولي مرحي يخلي اللاصوص تاعنا تولي باينه بيضه شوي، بصح يعني المهم في البنه. ونديرو شويه من الفوق شويه زيت زيتون، شويه كمون، وشريحتين قارص للتزيين، شويه فلفل اخضر. يعني الطبخ اذواق كما تعرفوا، بصح يعني كل انسان يدير الحاجه اللي يحسها يحب ياكلها. اذا ما تحبوش الحار تقدروا تستغنوا عليه. وكما تشوفوا دبارة الحمص راها حاضرة، انا درت على طريقتي وتختلف يعني كل منطقة كيفاش يديروه. ان شاء الله يكون عجبكم فيديو اليوم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتديروا لي جام اذا عجبكم الفيديو طبعا. شكرا على المشاهدة، سلام.